نبدا في توزيع الجوائز. الحقيقه انا ما اقدرش امنع نفسي وانا بشوف هذا الجمع الكبير جدا مجتمعين علشان يحتفلوا بنجاح الصحافه الطلابيه. ما اقدرش امنع نفسي وانا بشوف هذا العدد الكبير اللي مؤمن برساله الصحافه الطلابيه واللي بيعمل فيها بمنتهى الاخلاص وبمنتهى الجديه. الا ولازم افتكر بدايتي انا شخصيا وربما بدايه الكثير من الاعلاميين اللي كانت برضه في الصحافه الطلابيه. لا يوجد ربما معظم الاعلاميين اللي شقوا طريقهم وحققوا بعض النجاحات او كثير من النجاحات بالتاكيد بداوا وهم في سن المدرسه مش حتى في الجامعه. الحقيقه انا ادركت قيمه واهميه الصحافه الطلابيه وانا في ثانيه اعدادي. وقررت ان انا اعمل مجله في المدرسه. مجله اطلقت عليها اسم الطالب. والمجله دي كانت مكتوبه بالقلم كاتبه ومطبوعه في مطبعه يعني بسيطه جدا جدا ومتواضعه جدا. وكنت بطبع منها 50 نسخه فقط. ببيعها بربع جنيه ايام ما كان الربع جنيه له قيمه كبيره جدا. بكلمكم على حاجه في منتصف الثمانينات تقريبا. كنت ببيعها بربع جنيه للطلبه لكن كنت بضغط على الاساتذه عشان يدفعوا 5 جنيه. لكن الدعم المالي كان ياتي من اداره المدرسه. اداره المدرسه كانت بتدفع جزء تمول جزء من ميزانيه الطباعه. ووالدي عليه رحمه الله كان بيدفع لي جزء تاني. وعلى هذا الاساس اصدرت العدد الاول من مجله الطالب. كنت انا رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير والمحرر السياسي والمحرر الاقتصادي وكل حاجه. ومعانا بالتاكيد فريق عمل. اول ما صدر العدد الاول اداره المدرسه انتفضت لانه لقوا في مقال عنوانه وما خفي كان اعظم. هذا المقال كان ينتقد الدروس الخصوصيه في المدرسه. فانا قاعد في الفصل لقيت ناظر المدرسه جاي لي الاستاذ علي الششتاوي رحمه الله. جالي الفصل وقال لي تعالى. واخدني في المدرسه في الممر لحد ما دخلنا دورة الميه. لقيت نسخ المجله كلها ملمومه من الطلبه وبتتحرق. بيحرقها. طبعا انا اصبت بذعر وانهيار وغضب شديد جدا. وكتبت جواب على الفور للكاتب الصحفي الكبير ومثلي الاعلى منذ ذلك الوقت وحتى الان الاستاذ مصطفى امين عليه رحمه الله. كتبت له جواب وقلت له ارجوك انقذ الصحافه الطلابيه، الصحافه الطلابيه في خطر. وحكيت له القصه. فبعت لي رد وطلب مني انه انا ازوره في مكتبه. انا كنت في اسكندريه فتوجهت الى القاهره والتقيت بيه. وكان عندي امل ان انا لما احكي له القصه ربما يديني بقى مكنه طباعه مثلا مطبعه من اخبار اليوم ولا حاجه فاستقل بنفسي ولا الجا للدعم من اداره المدرسه. حكيت له القصه فقال لي طيب قول لي قد ايه كانت تكلفه طباعه العدد الاول من مجله الطالب؟ فقلت له لا مبلغ كبير جدا. قال لي كام يعني؟ قلت له 8 جنيه ونص. بطبع بيهم 50 نسخه 8 جنيه ونص في ذلك الوقت كان مبلغ كبير. فقام مكتبه طلع المحفظه طلع منها 10 جنيه وقال لي اتفضل. قلت له ايه دي؟ قال لي دي علشان تطلع العدد الثاني. اكبر انتصار ليك على الرقيب ان تواصل العمل وتواصل الكتابه ولا تيأس. فانا طبعا كنت سعيد جدا ان هو صدقني وآمن بيا لدرجه ان هو بيديني 10 جنيه علشان اطلع العدد الثاني واستقل بنفسي ولا الجا ولا احتاج الى اي دعم من اداره المدرسه اللي بتتحكم فيا وبتمارس الرقابه عليا. لكن انا في الواقع بينما عيني هتطلع على ال 10 جنيه لانها ذكرى كبيره جدا من استاذ كبير. قلت له لا انا اسف مش هقدر اقبل ال 10 جنيه. قال لي قلت له ان دي تبرع وانا مجلتي لا تقبل التبرعات وده مبدا انا ما اقدرش احيد عنه كرئيس التحرير. قال لي لا. قال لي دي مش تبرع ده سلف. انت هترده لي من اول جائزه لك حين تعمل بالصحافه بعد ما تخرج. فانا اخذت ال 10 جنيه واصدرت العدد الثاني والثالث واستمر حبي للصحافه لانه وجدت من يؤمن بيا، وجدت من يدعمني، وجدت من
يتوسم فيا ان انا من الممكن ان اواصل الطريق، وبالفعل وصلت وتخرجت وحصلت على الترتيب الاول في الجامعه في دراسه الاعلام في جامعه اسكندريه، وفزت باحدى جوائز الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مصطفى امين اللي قدمت لي سنه 96. انا تخرجت عام 94 وفي 96 حصلت على الجائزه لاني كنت الاول، ودعاني الاستاذ مصطفى الى اخبار اليوم باستلام الجائزه ورشحني لالقاء كلمه نيابه عن المكرمين. كانت قيمه الجائزه 1000 جنيه. فحكيت القصه وقلت انه انا قطعت تذكرتي للدخول لعالم الصحافه ب 10 جنيه من الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مصطفى امين، وكان قد مضى على هذه القصه 10 سنوات بالتمام والكمال في ذلك الوقت. بعد 10 سنين يسمح لي الاستاذ مصطفى امين انه ارد له الدين القديم اللي عليا، وانا معايا النهارده شيء اول جائزه ليا في الصحافه 1000 جنيه، فيسمح لي ان انا ارد له ال 10 جنيه. فسحب الميكروفون وقال انا مش هاخد منك ال 10 جنيه، انت هتضيفها على ال 1000 جنيه وبكده تبقى انت صاحب اكبر جائزه النهارده. الحقيقه انا هذه القصه لا تغادر ذاكرتي على الاطلاق بادق تفاصيلها. ليه انا بفتكرها النهارده؟ لانه اليوم وانا ارى امامي كل هؤلاء المؤمنين بالصحافه الطلابيه، في ذلك الوقت احنا كنا عددنا قليل وبنعمل باقل الامكانيات، ومع ذلك كنا بنحقق نجاحات وبنحقق يعني انتصارات صحفيه انجاز التعبير بكشفنا عن حقائق معينه بتعبيرنا عن راينا. أنا الحقيقة سعيد جدا إنه أنا بشوف نتاج الصحافة الطلابية مستمر، بس الأهم إنه تبنوا على هذه الخطوة. زي ما قلت لكم أنا في ذلك الوقت وكان سني 14 سنة آمنت بإنه أنا هكون صحفي، وكان ليا حلم وأصريت على تحقيق هذا الحلم، وها أنا ذا إلى الآن أواصل تحقيق هذا الحلم. وبالمناسبة أفعل الآن ما فعله معي الأستاذ مصطفى أمين من خلال مجموعة ميديا توكيا، وبالتأكيد ربما بعضكم سمع عن هذه المبادرة، مبادرة ميديا توكيا اللي بتجمع أيضا شباب إعلاميين من هواة ودارسي الصحافة من المرحلة الابتدائية ومرورا بالإعدادية والثانوية وحتى مرحلة الجامعة بل ما بعد الجامعة. فأتمنى إن شاء الله إنه أرى نجاحاتكم باستمرار تزداد وتزداد، وانا فخور جدا الحقيقه ان انا معاكم النهارده، وفخور انه انتوا خليتوني اعود بالذكريات الجميله، ذكريات الصحافه الطلابيه.